السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم حبيبتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم وأخيرا جا النهار اللي كنا نستناوه، أول تبحيرة لنا في صيف 2026. فرحة صغيرة بصح قيمتها كبيرة، لأنه أجمل الذكريات ماشي اللي تكون في أماكن فخمة ولكن مع الناس اللي نحبوهم. وفي الأول حبيت نترحم على ضحايا حادث المرور تاع بومرداس. ربي يرحمهم ويصبر أهاليهم ويكونوا من أهل الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يعوض محبتهم بالصبر. آمين يا رب العالمين. في هذا الفيديو راح نوجد معكم كل شيء من الأول، من تحضيرات الحقائب وتحضير الماكلة ولم الحوايج، يعني كل شيء حتى نوصلوا للشاطئ وتعيشوا معايا بعض الذكريات في نهاري، ونهار مليان بالراحة والطاقة الإيجابية. بسم الله، خلونا نبداو نهارنا الجميل. آه، إذا حبيتي هذا النوع من الفيديوهات ما تنسيش حبيبتي تشتركي في القناة وتخلي لي تعليق حلو كيفك، لأنه دعمك لي هو اللي يخليني نكمل ونقدم الأفضل دائما. وأنا نوجد يعني في الحوايج، حسيت باللي السعادة ما تحتاج بزاف يعني حوايج، ما تحتاج بزاف أمور. تحتاج غير نية حلوة وناس غاليين على قلوبنا ويوم بسيط يخرجنا من الروتين. يعني انتي تخيري وين تحبي تكوني، يا لو كان في البيت برك تقدري ديري يوم مع عائلتك. لهنا كما كنتم تشوفوا بناتي هما اللي راهم مستكلفين باش يوجدوا الامور اللي راح يدوهم، باش ما نقعدوش يعني نخدموا غير في الشغل، رايحين نرتاحوا شويه. لهنا بنتي كانت دارت خبز طاكوس ولا خبز طورتيه ولا كل واحد كيفاش يسميه. يعني درتو كما كنتم تشوفوا. اللي حبيتو نعاود معكم الوصفه بالتفاصيل نعاودها معكم. لهنا كنطيب فيه بالعقل، يعني على نار خفيفة بزاف، تقولكم حتى تشوفوه بدا يخرج فقاعات باش تقلبوه. على بالي بلي كامل يعني تعرفوا ديروا خبز طاكوس. راني نشارك معاكم انا واش راح ندي معايا، ويعني باش نسهل الامور على عمري. مام الميزانية يعني ما كاش ميزانية كبيرة بزاف. المهم وليداتي يروحوا ينحوا على خاطرهم، ماشي مشكل في الماكلة، يعني المهم يكونوا مرتاحين. قالك نجوزوها كيما حبينا حنايا، يعني أكل من البيت. المهم نروحو نحو على خاطرنا. لهنا يطيب وتحط في طرشون وتطيب بساشي هكايا باش يعرقوا على بعضهم. وبنتي الأخرى كانت دارت ليبيني كيما راكم تشوفوا. كل وحدة استكلفت يعني بحاجة. خلوهم يدخلوا يوجدوا هكايا باش يبقاو لهم يعني دي سوفونير ويتحركوا شوية ثانيك ويتعلموا. لهنا هي تقطع في ليبيني وتخليهم يخمروا، ومن بعد تقليهم عادي وتشبعهم واش كاين في الدار. كل وحده تشبح واش عندها. اذا حبيتوا يعني لا غوسيت بالتفصيل خلوا لي في التعليقات. لهنا درت واش كنت يعني نقدر ندير واش قدرت نوجد في الدار. وجدت باش ما يكثرش عليا المصاريف، راكم تعرفوا البحر يحتاج مصاريف ويحتاج مصروف اكثر من اللازم. يعني احنا حين نحو على خاطرنا ما راحيش نحو رانا في عام الشر، يعني نحو الجوع. الحمد لله يعني على النعمة. ندوش قدرنا ونقصوا المصروف قد ما قدرنا، باسكو المصروف يعني كل شيء غالي برا، كل شيء نار لهبة، الله المستعان. كما كنتم تشوفوا طيبتهم ودرت لهم السكر والمعجون. هذا ما درت لهم المعجون، وهذا ما درت لهم شوكولا والبيب شوكولا، هذو لي فيرميسيل الملونين. وخليتهم يشفوا هذا كامل في الليل قبل ما نسافروا، في الليلة اللي كنا حنسافروا فيها مع الصباح. يعني في الليل كانوا يوجدوا في الأمور، والصباح تكلنا على ربي. كما راكم تشوفوا درت لي بيني ودرت لي دونات قسما نشدو يدينا يومين ولهنا جت وجدنا الماء اللي ندوهم، الماس، المغارف، رشط، كيسان، ملح، قهوة، سكر، لاتاي، دو شوكولا تارتيني. كما راكم تشوفوا وجدنا كل شيء. ان شاء الله ما نكونوا نسينا حتى حاجه، وان شاء الله تدوا معنا فكره. لهنا هذاك الدجاج اللي كنت وجدته معاكم قلت لهم نسحقوه، يجي نهار ونسحقوه. هذا النهار اللي كنت نهضر عليه. دينا ثاني شويه رز، رز بسمتي باش ما نضرش يعني نستنى فيه البخور. هذا ثم يطيب وساهل.
هذا هما لي بيني تاعها، شوفوا كيفاش خرجوا. اذا حبيتوا يعني نشارك معكم الوصفه كما كنت قلت لكم، خلوا لي في التعليقات. يخرجوا يعني شابين بزاف وخفاف. ولهنا دينا باطا مقارون بصح ما استعملناهاش. لهنا طيبنا بطاطا ويعني صدر تاع دجاج وجدناهم الافونس باسكو نمشو بكري. وكيما شفتوا شويه مسكوتشو وكل شيء درنا في هذه الكابة. هذوما الكابات يعني يطموا لك كل شيء على خطرة. ما تضليش تكثري في الكابات وتكثري في الحوايج. كيما راكي تشوفي درناهم كامل على في هذه الكابة، طميناهم كامل. حوايج تاع الاكل، قصدي الريفي طايمة انا مدينها كامل درناها في هذه. وطيبنا يعني التيرموس تاع اتاي ديناها معنا باش تشربوا في الطريق. الاخر ما شربناش، وصلنا بكري 8 تاع الصباح كنا ثما. لهنا دينا شويه معجون كنت خدمته كان في الكونجيلاتور، شويه حميص ثاني كنت موجدته من قبل. انا كيما كنت قلت لكم من ذاك نوجد حاجه ونحطها في الكونجيلاتور كي نسحق نصيب كل شيء واجد. لهنا دينا هذاك الدجاج اللي كنت مارينياتو يعني واجد، ديري برك يطيب. كل حاجه راني مبريباريتها واجده. درنا في الكلاصير هذه كل شيء يذوب ولا كان في الكونجيلاتور كامل درنا هنا. دينا بات فايتي وديت لي سيجار كانوا عندي في المجمد لكن ما استعملناهمش. ودينا شويه اللحم ثاني ما استعملناش، لا بات فايتي ما استعملناهاش. كما كنت قلت لكم المهم كانوا حابين يروحوا خلاص. لهنا جينا نلمو في الكابة. يعني دو الحوايج اللي تقدروا تستعملوهم حوايجكم الخاصة كيما لي اوس تاع لي بونك ولي اوس تاع المخاد، الدراوات اللي تغطاو بيهم امبوسيبل تغطاو بالحوايج تاع الناس. ودو اللبسه تاعكم اللي تبدلوا بها، اللي تدوها للبحر واللي يعني تلبسوها واللي تخرجوا بها، كل وحده تدي على حساب وليداتها. وما تنساوش يعني لي كريم اللي ديروهم في البحر باش ما تحرقش وجوهكم. وكل وحده تستعمل واش موالفه دي. انا عطيتكم اقتراح برك وكان راح لي المقطع تاع هذو الحوايج اللي كنت موجد فيهم، ما على باليش خرج لي. المهم دو بيجامات دو واش راح تسحقوا. هنا لي اوس تاع المخاد، لي اوس تاع يعني تاع البنك الدراوات باش تتغطى. وكما راكم تشوفوا هنا رانا في طريق شروق الشمس. حكمنا قريب الولاية اللي رايحين ليها. كنا رحنا لولاية بومرداس يعني في الحدود تاع الولاية تاعنا من راني نسكن. مع انه يعني دارنا يسكنوا في ولاية ساحلية في العاصمة، لكن انا وليداتي نحبهم يستمتعوا بالعطلة تاعهم، ما نحبش التحريرة تاع البحر وكل شيء. ما نحبش يديرونجو الناس مهما كان. لهنا وصلنا للدار كانوا وليداتي بنتي وراجلي ووليدي كانوا راحوا لابلاج، وانا وبنتي قعدنا يعني خممنا شويه الدنيا. هنا جيت من بعد باش تفكرت قلت نشارك معهم الدار كيفاش. ولا غير نقيه وفيها واحد الهدوء واحد السكينه روعه ما شاء الله، ونقيه بزاف. كما كنت تشوفوا فيها طابله فيها بطاجي على جهه فيه كل شيء. ما صبناش فيها كويزينير ولا فور، بصح فيها كليماتيزور فيها كل شيء، فيها الماء اج 24. لهنا فيها غرفة واحدة وفيها هذاك يعني الأول ولا صالون ولا فيها دراري. وهذه تاع لي بارون كما كنت تشوفوا يعني. والإطلالة تاعها تجي على البحر، كاين طريق من بعد تحطي شوية تصيبي الشاطئ. لهنا رانا في شاطئ الساحل. اللي تعرف شاطئ الساحل ولا اللي من الساحل تقولنا يعني لابلاج هذه بزاف نقية وناسها ما شاء الله محافظين الله يبارك، عجبوني بزاف. والنقا يعني عجبني النقا. كما راكم تشوفوا الطريق ومن بعد حتى تمشي شوية وتصيبي الشاطئ. لهنا انا وبنتي كنا راح نديرو الفطور. هي حبت تفطر، انا ما نشربش الجبع الصباح يوجعني. هي شربت جي وكلت دونات. انا درنا فطور ومن بعد ضربت فيها قهوة كحلة الله الله باش يعني نفيق. لهنا شوفوا الإطلالة تاع الكوزينة كيفاش فيها يعني جنينة ثانيك فيها الرمان فيها فيها يعني بزاف أشجار مثمرة الله يبارك. أنا عجبوني غير في الأشجار المثمرة والخضار يعني بزاف أشجار خضراء بزاف الغرس بزاف النواور بزاف. عجبني الحال بزاف الحمد لله. لكن يبقى الترونسبور مشكلة اللي ما عندوش طوموبيل يعني
ما تقدريش تبعدي بزاف وما تقدريش تشوفي بزاف مناطق عندهم، مع أنها ولاية ساحلية بامتياز وولاية فلاحية بامتياز ثاني، فيها كل شيء، كل ما يخطر على بالك تلقاهم غارسينو. الحمد لله على نعمة الوطن ونعمة الأمان، الحمد لله على كل شيء. الناس بومرداس شرفونا بحضوركم. ولا غير الحمد لله ارتحنا عندكم وصبنا يعني ناس ما شاء الله، ومولدار يعني ما شاء الله عليه، يعني كان معنا في قمة التربية والأخلاق. يعني كان قالنا إذا كنتوا حابين تزيدوا يعني ما كاش مشكل، يعني نساعدكم في البري وقعدوا يعني زيدوا نحوا على خاطركم. مي حنا هذاك هو واش كنا دايما ديسيدين 4 جوغ، هذاك هو. الحمد لله على النعمة، وإن شاء الله ربي اللي ما راحش ربي يكتب له ويروح ينحي على خاطرو. لهنا كنا درنا هذاك الدجاج لي كويس، درتهم بالروز. فطرت انا وبنتي وحبطنا لهم لابلاج. كما كنت قلت لكم لابلاج قريبه بزاف. احيانا نكونوا مستنيين مناسبات كبيره باش نفرحوا ونستناو وننساو يعني باللي حتى خرجة صغيرة للبحر ولا للطبيعة قادرة تبدل النفسية تاعنا وتبدل يعني حنا الاستخاص هذاك وتبدلنا يعني بطاقة سلبية بطاقة إيجابية. الحمد لله على النعم اللي نشوفوهم حنا عادية، ولكن هي في الحقيقة أكبر رزق. كيما الصحة، العائلة، لمة العائلة، والقدرة باش يعني نصنعوا ذكريات تبقى في القلب مع وليداتنا. واللي ما خرجتش نقول لك حبيبتي إن شاء الله ربي يكتب لك وتروحي يعني تخرجي وتنحي على خاطرك ولو يوم واحد، ولو في بيتك يعني. تقدري ديري سهرة ولا مهم نحي على خاطرك بطريقة اللي متاحة ليك واللي تقدري ديريها. يعني كل واحد ومقدوره، وربي يرزق الجميع إن شاء الله. وإن شاء الله ربي ما يخيب واحد. إن شاء الله نتمنى الخير لكامل الناس، وإن شاء الله يا رب العالمين اللي دخل قناتي يعني وشاف هذا الفيديو ربي يفرج عليه من أوسع الأبواب. لهنا كنا وصلنا للشاطئ كما راكم تشوفوا. شاطئ بزاف نقي يعني روعة. كان يعني فيه عائلة محافظة الحمد لله، يعني مام تدي وليدك ولا بنتك ما راحش تتحرجي، يعني الحمد لله على كل حال. هذا واش عجبني يعني في الأمر. مع أنه أختكم ما نعوم ما ندخل ما نمس الماء. كل واحد كيفاش يحب. أنا على جال وليداتي نروح البحر ما نحبش راكم تعرفوا علاش. مع أنه يعني كي تقعدي برك قدام البحر راهي ديجا تحكي له همك وهو ينحي على خاطرك. شوفي المنظر برك خليكم مع هاد الأجواء. إذا راكي تشوفي في هذا الفيديو نتمنى يكون سبب في ابتسامتك، ولو ابتسامة صغيرة، يمكن يشجعك باش ديري يعني نهار مختلف مع عائلتك. وانتم قولوا لي في التعليقات شكون اللي دارت عفوا أول تبحيرة ليها في هذا الصيف ووين راحت ووين كانت الوجهة تاعها. خلونا نتبادلوا يعني أجمل الذكريات في هذا الفيديو. وإذا وصلتي حتى لهنا نقول لك شكرا لك حبيبتي من القلب على وقتك، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر، ونتلقاو معايا يعني في الفيديوهات الجاية كل ما هو جميل ومحفز. ونتلاقاو في فيديو جديد في الجزء الثاني. لهنا وليدي كان صيد حوتة صغيرة شوفوا. نخليكم على هذه المناظر الجميلة وإلى اللقاء.